الخوت، صباح الخير، صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح الاجواء البارده، صباح الاجواء المثلجه. لقيتوني يلاه ساليت الدينيجمو ديال السياره ديالتي، والاحساس من بعد فاش كتكمل الدينيجمو احساس لا يوصف، احساس واعر. شوفوا البياض الخوت، شوفوا النقاء ديال الجو، شوفوا الحياه كيفاش دايره الخوت. ما عرفتش كاينين الناس اللي عندهم حساسيه من هذا الجو هذا، مع العلم ان هذا الجو هذا راه كينقي. عرفتوا شنو؟ راه ما يمكنش نوصف لكم. واحد الاخت كانت قالت لي في الانستغرام في واحد ستوري، وكان جاوبت عليها قالت لي سمعت باللي ان كندا فيها الفلوس كالروز. ما كذبتيش اختي، كندا فعلا فيها الفلوس، ولكن ماشي كالروز. ها الفلوس كيفاش فيها الفلوس كالثلج. عندنا واحد الماكينات هنا كيعطيوهم لينا، كنجيبوا خناشي، كنجمعوا الثلج هذا كنحطوهم في ديك الماكينات وكيتحولوا الى اموال. ها الروز، شتي الروز، ها الاموال، شتي الفلوس، ها هو. وواحد الحاجه بغيت نقول لكم، اي شخص كيسول على شي بلاد كيف ما كانت، والسؤال ديالو واش ديك البلاد فيها الفلوس، عرف راسو ان داك الشخص في اي بلاد حطيتيه فين ما كانت غادي يفشل. يلا الخوت خليكم معايا، غنشدوا الطريق ديالنا وغنهضر معكم في واحد الموضوع اللي مهم بزاف. الاجواء كي دايره، يا سلام. المهم الخوت، انا رجعت معكم على بركه الله. نخرجوا من ستاسيونمون على غتبغي تخرج، لان راه ما حيدتش الثلج مزيان من اللور، باقا عامره الثلج. على الله غتبغي تخرج لينا، يا بسم الله. الله والله الا خرجت، الحمد لله. الاجواء كيفاش دايره. المهم الخوت بلاتي غنخرج من ستاسيونمون، راه كاين السيارات جايين، ديك الساعه غادي ندخل معكم في الموضوع اللي بغيت نهضر معكم فيه وانا غادي للخدمه. المهم كيف ما قلت لكم، نزيد نكمل الاجابه ديال الاخت اللي قالت على ان كندا فيها الفلوس كالروز. المهم شرحت لكم، راه هو الفلوس عباره عن ثلوج، وتا هما راه بايدين بحال الروز. ايوا قلت لك فاش كتجي لهنا كيعطيك واحد الماشين، دوك الفلوس تبقى غير ناعس في داركم، هذيك الماشين كتحول لك الثلج هذا كيولي فلوس. شوفوا الخوت، اقسم لكم بالله الا اي شخص كيجي كيسول على الجانب المادي قبل الجانب النفسي في اي بلاد ولا في اي بلاصه كيف ما كانت، عرفوا انه كيبني، يعني كيحكم على راسو بالفشل. علاش كيحكم على راسو بالفشل؟ حيت الفلوس راه ماشي هما كلشي. الفلوس اول حاجه خصك القوام ديالهم. انت شنو درتي باش انه يكون عندك واحد الصالير اللي مرتفع كبير؟ شنو الدبلومات ديالك؟ شنو التخصصات ديالك؟ شنو التجارب ديالك في المجال المهني؟ غنشوفوا غنلقى حتى حاجه. الناس اللي كيسولوا هذا الشيء كتلقى ما عنده والو. كتلقى النيفو الاقصى نيفو اللي واصل ليه كتلقى عنده باك بلس ديبلوم ديال ليستيا ولا شي حاجه. هذا هو اقصى مستوى واصل ليه، وكيسول على الفلوس. بحالاش كيفاش كتخيل هاد الفلوس هادو؟ ما فهمتش. غتجي انت ما عندكش مستوى دراسي، ما عندكش مستوى لغوي، ما عندكش وكتسول على الفلوس. هاد السؤال هذا ما سولوش الاطباء ولي زانجينيور، ما سولوش هاد السؤال هذا. المهم الخوت، ماشي هو هذا الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا ديال واحد الصديق اللي ديال عشره طويله، سنين وسنين، اللي الاسم ديالو ياسين. كيف ما كتشوفوا هاد التصويره اللي انا وياه، هاد التصويره كتعود ل 2015. وفي هاد التصويره هذه كان داك النهار هو اول درجه باش انه يبني المستقبل ديالو. المستقبل بيد الله، حنا عارفينها، ولكن المستقبل راه حنا اللي كنبنيوه. الله ما تيقولش لك سير بقى ناعس ومربع يديك وتسنى ان المستقبل غيجي غيفتح لك دراعيه وغادي يعنقك وغادي يرحب بك. المستقبل حنا اللي كنبنيوه. خويا ياسين في 2015 كما تشوف هذيك التصويرات تما حدا الباب ديال ليستيا، مصور حدا دوك الوراق كيبانوك تما في هذاك الباب، تما الوراق ديال الناس اللي ناجحين. هذاك النهار كان واحد النهار سبيسيال. علاش؟ لانه خويا ياسين كان نجح في ليستيا باش انه يقرا الكونطابيليتي. ولكن ماشي هو هذا الشيء اللي, اللي كيثير انه انسان يفتخر به.
الشيء العجيب هو انه خويا ياسين ما كانش خدا البكالوريا، كان في البكالوريا بحال بزاف ديال الشباب ما نجحوش في البكالوريا. فاش ما نجحوش في البكالوريا مشاو داروا ليستيه. العام الاول ديال ليستيه ماشي غير عام، قرا عامين في ليستيه ما نجحش، عامين في ليستيه وما نجحش. كنقرا العام الاول سقط فيه وعاودو وسقط فيه وعاود سجل ازيرو في ليستيه. والعام الثالث كان هو هذاك في 2015. العام الثالث كان في 2015 كان عاود دفع ليستيه وجاب الله التيسير ونجح. مي ما نجحش بالسهل غير هكاك، نجح لانه خدم عليها، لانه دخل راسو انه راه حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل. اي حاجه بغى يوصل ليها الانسان خصو يصبر عليها وتخصو يسهر عليها وتخصو يتعب عليها وتخصو يبذل مجهود. هي هذيك فاش نجح داك العام ديال 2015 نجح في ليستيه، قراه تخيلوا معايا انه طلع مع الاوائل. فاش كمل سنتين ديال الدراسه في داك الدبلوم طلع مع الاوائل، مع الثلاثه الاولين. وفاش في ليستيه كتطلع مع الثلاثه الاولين كيعطيوك هما كدير لا سبيسياليتي، يعني كدير ديبلوم ديال الباك. يعني فاش طلع مع الثلاثه الاولين عطاوه يدير انه يدير لا جيستيون. قرا هذيك لا جيستيون عامين اخرى، يعني ها هي دخلنا عشان في ديبلوم واحد اخر عامين اخرى. فهذيك العامين ديال اللي قراها تخيلوا معايا طلع هو الاول في ليستيه، طلع هو الاول في ليستيه. وفاش كتطلع عاوتاني مع الاوائل كيعطوك انك تتكمل في لافاك، تدير لا ليسونس، كدير الاجازه. مشى هي هذيك الخوت قرا في لافاك وخدا الاجازه ديالو. ومن بعد ما وقفش هنايا، من بعد قال ناقصني واحد الحاجه، ناقصني البكالوريا. البكالوريا باقي ما خديتهاش، خصني ندفع البكالوريا، ندفع ليها باك حر يعني باك ليبر. خويا ياسين مشى دفع البكالوريا باك ليبر، مشى خدم عليها. نعقل انا بديك الوقيته اللي كان دافع البكالوريا راه ما كنتش كنشوفو، ما كان غير الدار سد عليه الحفاظه والمراجعه، وكان يخرج يتلاقى مع الدراري في لافاك وهذه. مهم السيد باغي يوصل باش ما كان باغي يوصل. والمشكل هو انه كان باك اداب قبل، باك اللي ما جدوش كان باك اداب. وش التغيير اللي غادي يدير فاش مشى دفع الباك ليبر؟ دفع الباك ايكونومي، يعني بغى يمشي في هذا التخصص ديال الاقتصاد، دفع الباك ايكونومي. خويا ياسين من بعد ما دفع الباك وتقبل ومشى يدوز البكالوريا، من الحظ ديالو انه نجح في البكالوريا. هي ماشي حظ، هي نتيجه ديال العمل، نتيجه ديال المجهود، نتيجه ديال الاصرار، نتيجه ديال سهر ليالي وليالي. شد البكالوريا ديالو وباش ب 14. تخيلوا معايا انسان كان باك ادب وخدا بكالوريا اقتصاد ب 14. وقف هنا؟ لا ما وقفش هنا، قال لك انا خصني نكمل الدراسات ديالي في الجامعه. عاود كمل في الجامعه وقرا 3 سنين ديال الجامعه وخدا الاجازه في الاقتصاد في الجامعه. يعني داكشي علاش انا هذا الصديق هذا واللي عشره قديمه يعني كنفتخر به وكنشوفو مثال للشباب طموح. وفاش خدا الاجازه في الاقتصاد وسال الدراسه ديالو وداك الشيء، بحال اي شاب واي شخص كيتسنى الوظيفه. هو ما مشاش قلب على الوظيفه، ما هو شوف، هو كان شوف، هو كيشوف اللي بين يدو. الانسان ما كيشوفش اللي حتى من كندا كان تيفكر انه يجي لكندا، وكانوا المهم كندا هو ما كانش دايرها هي نهايه العالم، كان دايرها بلون بي، مي ما مربعش يدو. هو خدام على المستقبل ديالو في البلاصه اللي هو فيها، البلاصه اللي هي بين يدو، البلاصه اللي بين يدو هي المغرب، يعني خدام على المستقبل ديالو في المغرب. اما كندا غير خضره فوق الطعام، جات مرحبا كان بها، ما جاتش راه هو خدام على المستقبل ديالو. فاش كمل هاد الدبلومات وخدا الاجازه والباك اقتصاد وداك الشيء، شنو مشى كيدير؟ مشى كيقلب على لي ستاج فابور بلا خلاص، تقريبا المده ديال سنتين هو كيستاجي فابور. نتوما عارفين صحاب الشركات فاش كيشدوا الشباب لي ستاج وداك الشيء راه كيمصوا لهم الدم ديالهم، داك الشيء علاش بزاف ما كيصبرش كيخرج كيلاشي وتيبقى يقول لا ان البلاد ما عطاتنيش. ولا حتى في كندا الا جيتي بواحد النيفو وبغيتي تبقى في ذاك النيفو راه حياتك غادا تكون عذاب باش نكونوا واقعيين. المهم بقى كيستاجي لمده ديال عامين، والبلاصه اللي كان تيستاجي فيها كانت بعيده على البيت ديالهم
تقريبا بواحد نص ساعه على رجليه حتى لساعه الا ربع، وكان كيمشي وكيجي يوميا، لانه كان الاخ ياسين يعني بنفسه ما كانش كيمشي عند الوالديه يقول لهم عطيوني ولا مديت، لا كان على رجليه كيمشي للسطاج وكيجي لمده سنتين. من بعد هاد السنتين ربي فرجها، جاب له واحد الخدمه في واحد الشركه بيرمانو، يعني غيخدم مرسم معاهم بصالير 3000 درهم كونطابل. قال الخدمه لا، قال مرحبا، واخا انا عندي دبلومات وعندي البكالوريا وعندي الاجازه في الاقتصاد وكا و غنقبل نخدم بالمينيموم 3000 درهم. هذيك الشركه خدم معاهم تقريبا لمده ديال سنتين، ولكن دائما كانت كتراودوا الفكره ديال كندا، كان تيدفع ربي ما كيسهلش لك. علاش نقول لكم دائما الحاجه اللي كتدفع ليها ربي كيعكس ما كيسهلش فيها، خليها، لان ربي ما مكتبش لك فيها الخير، ربما ربي مكتب لك خير في بلاصه اخرى. المهم من بعد عامين في هذيك الشركه تقريبا في 2022 كان خرج واحد الكونكور ديال واحد البوست اللي مهم في وزاره الماليه، كانوا طالبين 20 واحد من المغرب كامل. ياسين زعما غيسمع الناس غيقول باللي ديك الهضره ديال انه راه كيدخلوا غير باك صاحبي، هذيك الهضره الخاويه زعما اللي قراو طفروا، نو ما هذيك الهضره ما دخلاش في دماغه. هو عارف انه اللي قرا كيطفروا، اللي خدم على شي حاجه كيوصل ليها، عارف ان الله كاين، الله ما كيضيع المجهود ديال حتى شي واحد. هذيك غير هضره خاويه ديال لا ربك صاحبي. شوف خدمتي باش تحصل على واحد الوظيفه بالكفاءه ديالك غادي توصل ليها، واخا ما عرفتش شكون يجيبو، ما عرف شنو يعكس لك، ربي الا بغى لك هذيك الحاجه راه غادي توصلها. هي هذيك تفعل داك الكونكور ديال وزاره الماليه، كيف ما قلت لكم باغيين 20 واحد من المغرب كامل. ربي جاب التيسير، عيطوا له باش انه نجح في الامتحان الاولي ديال الكتابي، يعني نجح باش غادي يدوز الشفاوي. من بعد واحد المده صيفطوا له كونفوكاسيون باش انه غادي يدوز الشفاوي، دوزو مورا تقريبا بواحد شهرين ولا شي حاجه كيوصلوا ميساج بلي راه نجح في الكونكور ديال وزاره الماليه. وراكم عارفين وزاره الماليه وما ادراك ما وزاره الماليه وشنو الامتيازات اللي عندهم وشنو شنو 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 راه الا خدمتي في وزاره الماليه راه عندك شانس كبير انك مستقبلا تقدر تمشي لديبلاسمون يا لفرنسا يا سويسرا يا شي دوله في برا. تخيلوا معايا الصالير باش غيبدا كبدايه، هذا باقي ما يلا كيبدا بريسك 10000 درهم، هذه كبدايه على حسب البوست اللي خدم، بريسك 10000 درهم كبدايه. يعني كاينين الناس اللي غيعرفوا الصديق ديالي ياسين جداد غيصاب لهم ان الحياه راه سهله، راه جا دخل ديك الوظيفه لانه باقي صغير في اللاج ديالو، دابا حاليا عنده 34 سنه، يعني باقي صغير. يعني الناس اللي غيشوفوا غيقولوا راه صافي راه الحياه سهله، شوفوا هو باقي صغير، هو خدام عنده 10000 درهم، هو ولا ساكن بوحدو كاري بوحدو الى اخره، ما عارفينش انه راه سنوات ديال التعب، سنوات هو كيبني في هذا المستقبل. داكشي علاش نقول لكم ان المستقبل حنا اللي كنبنيو داكشي اللي عندنا بالقوام ديالو. راه ما يمكنش انك باغي توصل لواحد الحاجه بلا دراسات بلا تكوين بلا حتى شي حاجه. راه حتى في كندا، باغي تنجح خصك تقرا، خصك تصبر، تاكل العدس في الاول لانك انت ما خدامش، انت كتقرا، تاكل العدس وتاكل الخبز والماء. الانسان اللي بغى يصبر هذا الشيء اللي تقول لك شوف كيف ما خلاه جدي الله يرحمه، قال لك عيش عام بالحافي، غنفهموا هذا المعنى هذا، عيش عام بالحافي تعيش سنين بالدواز. الا عشتي عام زيرتي راسك غير بالحافي وداكشي غتعيش سنين بالدواز، لان في داك العام هو اللي غتمشي غتكون فيه، هو اللي غتمشي غتفهم فيه الحياه كيفاش دايره، هو اللي غتمشي غتجمع فيه التجارب، هو اللي غتمشي باش ربي النهار تيرزقك وانت الدماغ ديالك عامر، عندك واحد لا باز. يعني فين ما حطوك كتقول لهم انا كاين، فين ما حطوك. داك الشيء اللي دار الصديق ديالي، فوكسا في الدومين ديال الاقتصاد وقال غادي نوصل، دوز لي 16 فابور وتماره والفياق بكري ويمشي ويجي بلا حتى شي ريال. حنا عارفين ان بزاف ديال الشباب ما غيمشيش قرا خدا الشوايد كدا هادي ما غيمشيش يضرب تماره فابور، حتى ضرب تماره فابور غايقول لك انا نضرب معاك شهر في ستاج وكان خصك تخلصني. لا هو كان حاني الراس ساكت. علاش؟ حيت انا اللي محتاج لك، حيت عارف ان راه القرايه راه حاجه، ولكن فاش تخرج العمل راه حاجه اخرى، راه لا علاقه بداك الشيء اللي قراوك.
راه ليكسبيريونس ديال التحك مع الخدمه والبيرو والبيسي ديالك وداك الشيء راه لا علاقه مع القرايه، علاقه مع داك الشيء اللي قراوك 1 زائد 1 تساوي 2. راه في الخدمه راه حاجه اخرى الخوت. داك الشيء علاش الخوت اللي بغيت نقول لكم، الناس اللي عندها فكره انها تجي لكندا ما تعمروش راسكم بكندا. كندا ديروها بلان بي، دفعوا طونطيو لا شونس ديالكم، مي ما ديروهاش هي نهايه العالم. الا ما كانتش كندا راه ما غندير والو، نبقى مربع يدين. نو، خدموا على المستقبل ديالكم في البلاد. ما عرفتش الخير فين كاين. كندا راه ماشي هي الحلم اللي فاش غادي تجي اللي غادي تحقق كاع داك الشيء مصباح علاء الدين ولا شي حاجه. كندا راه بحال المغرب، جيتي خدمتي دمرتي اجتهدتي غتوصل، جيتي تينيني وبقيتي عاطي ودنيك لا حق الثلج لا الاكتئاب لا الضرائب لا هادي راه كتصدق لا انت لا بمستقبل في المغرب لا انت بمستقبل في كندا. كتولي ضايع حائل بين جوج ديال الدولات. واش رجع للمغرب ولا رجعت للمغرب عاوتاني اش غادي ندير؟ انا اصلا ما درت والو في المغرب، ولا بقيت في كندا عاوتاني انت كتشوف هاد الناس هادو شنو تيقول. انت عاطي ودنيك للناس اخرين، مع العلم ان راه ربي راه خلق وفرق. راه حتى شي واحد ما كيشبه لنا حنايا. انا ما انت ما كتشبهش ليا وانا ما كنشبهش ليك والاخر ما كيشبهش لينا. كل واحد عنده واحد المنظور ولا عنده واحد الصوره كيفاش كيشوف الاشياء. بحال دابا انايا غير هاد الثلج هذا كنشوفه بواحد الصوره اللي هي ايجابيه. انا كنشوفه بحال هكا عيني كترتاح، كنشوف الدنيا بيضاء وكنشوف النقاء وكنشوف الجو كيفاش داير، عرفتي النفسيه ديالتي كترتاح. اذا فراه البرد الخوت راه ماشي في الجو. البرد هو انه كتاف كيكونوا مربعين، كتاف كيكونوا مكتفين، ما قادر دير والو، ما كدير حتى شي مجهود. هذاك هو البرد الحقيقي. البرد الحقيقي هو انه فاش كتشوف العمر راه كيجري. العمر راه داير بحال شي كتاب تطويب الصفحات ديالو، راه هكا داير العمر. الصفحه الاولى العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع. شوفي واحد تغمض عينيك تحلها انت عندك 40 عام. ديك الساعه تقول يا ليتني سمعت الناس اللي كانوا كينصحوني، يا ليتني قريت. راه حتى حنا راه ندمنا علاش ما قريناش. فاش كتجي لهنا كتشوف هذا طبيب هذا انجينيور كتقول يا ريت كون قريت، يا ريت كون قريت، يا ريت يا ريت يا ريت كون صارت ليالي ودمرت وتعبت. مي حنا كنا كنضحكوا، كنا كنسمعوا الناس يقول لك واللي قراو طفروه، واللي قراو هادي، واللي قراو هادي. اللي قراو طفروه سيدي، اللي قراو وصلوا، اللي قراو راه مرتاحين دابا في حياتهم. هذا ما كان الخوت. المهم انا وصلت للخدمه ديالي وتعطلت اصلا دابا، راه ديجا معطل واحد 5 دقائق، مي ماشي مشكل. بغيت نكمل لكم هذا الموضوع هذا ونخرج داك الشيء اللي عندي في القلب ديالي. خويا ياسين كنحترمو بزاف لانه كيبقى مثال ليا انايا، كقدوه ليا انايا. انا كشخص انا كنحس بياسين، خويا ياسين قدوه ليا. وباقي اليومين هذا على اتصال باش تكون فهمتيني الصحبه اللي كتكون مبنيه على الصدق، مبنيه على النيه وداك الشيء كطوال. حنا تقريبا راه بريسك غادي ل 20 عام ديال الصداقه. وتخيلوا لدرجه انني فاش كتجي لكندا بكى. شكون اللي غيبكي لك؟ غير اللي كيبغيك، غير الصديق اللي يبغي. داكشي علاش انا ما عنديش بزاف ديال الاصدقاء، لانه اي واحد كنعاشرو كنلقى فيه ولو ذره ديال التشاؤم ولا ديك الكوطي اللي تكون نيجاتيف كنبعد كنهرب. لا انا شوف كله مشاكله كله همه. مشاكلك احتفظ بهم، مشاكلي غنحتفظ بهم. علاش؟ لان مشاكلي انا الحل ديالهم ماشي عندك، والمشاكل ديالك انت حلهم ماشي عندي انايا. فهمتيني؟ الشكوى والله. انت شوف شنو باغي، راه كل انا ما يمكنش لي نعرف انت شنو باغي وانت ما تعرفش شنو انا اللي باغي. الوغ الشكوى الله، وداك الشيء اللي باغي سير خدم عليه وغادي توصل. راه كاين الله. راه اللي تيقول لك عكس هذا الكلام هذا عرفوا انه راه ما كيامن لا بالله لا بتا شي حاجه. مادام كتامن بالله عرف انه لكل مجتهد نصيب. والسلام عليكم الخوت.